اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. غبنا كتير عنيكم، دي كانت ظروف خارجة عن إرادتنا. معايا عيد ميلاد ابني أحمد، فحبيت إني أنا أعمل له تورتاية كده صغيرة تبسطه ويفرح بيها. فكان عندي آخر شوية دقيق سبونج نص كيلو، وآخر شوية كريمة. هعمل اللي انتوا ايه هتشوفوه معايا. جبت نص كيلو من دقيق السبونج، عليهم 5 بيضات، عليهم نص كوباية مية، عليهم معلقة كبيرة محسن جل، وعليهم الفانيليا. فانيليا سايلة ما كانش فيه عندي، حطيت فانيليا ايه حبيبات. معلقة كبيرة محسن جل، المعلقة بتاعتي دي صغيرة فعبيتها مرتين. تمام. هديهم ضربتين في العجان لمدة 7 دقايق. 7 دقايق بالظبط، وهيكون ايه هيكون جهز الخليط معايا. هجيب الصاج بتاعي 30 في 40 زي ما انتوا شايفين كده. حطيت فيه ورقة خبز، وهقسم ايه الخليط، بس هحط الكمية الأكبر فين؟ في الصاج. أنا معايا الحلة بتاعتي هحط فيها مقاس 20. الحلة دي مقاس 20 زي ما انتوا شايفين كده. أنا ما عنديش ورق زبدة، فبستعمل ورق ايه بتاخد معايا في الفرن 45 دقيقة. الكيكة اللي في الحلة يعني من 35 ل 45، إنما الصاج بياخد بالظبط بيكملش 13 دقيقة أو 15 دقيقة بالكتير، بيكون جهز. تمام. الحتت المتحروقة دي أنا بشيلها كده زي ما انتوا شايفين. عالية ادتني بصراحة، يعني أنا ما حطاش فيها كتير، أنا حاطة الأكتر في الصاج، فادتني يعني سمك حلو، ارتفاع حلو. حطينا الكريمة حطيت أنا كوباية مية ساقعة متلجة، وحطيت نص كوباية سكر، وسايباها السكر بيدوب عشان السكر بتاعي حبيبات. سايباه بيدوب في العجان. بعد كده داب السكر معايا، هضيف الكريمة عليه. عملت 3 طبقات، والطبقة الرابعة المنشار على 8. الطبقة الرابعة عملاها شلتها هحطها في الكبات. ادي اخر شوية كريم شانتيه عندي اهو زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كوباية كريم شانتيه، وجبت البردة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبسقي الكيك الأول سيرب خفيف اللي هو شربات خفيف يعني، وبحط الكريمة. وزي ما انتوا شايفين يعني كالعادة يعني المعتاد بتاعنا، اني ما عنديش اي حشوات طبعا هحطها. انا زي ما انتوا عارفين اني انا يعني مفنشة كل حاجة، ما عنديش اي حاجة في البيت، وما طلعتش اني انا اجيب حاجة ولا اشتري حاجة. انا عملت له باقل الامكانيات اللي عندي، عملت الكام تورتاية اللي انتوا هتشوفوهم دونه. والحمد لله كان الطعم جميل وعجبوا الأولاد. بين كل طبقة وطبقة لازم بسقي الكيكة شربات. أنا عاملاها من قبلها بيوم، يعني الكيكة عاملاها في يوم والتزيين في يوم، وعشان أعرف أزينها وأخلصهم يعني واخدة في التزيين وقت كتير خالص، بسبب إن البنت كل دقيقة بتصحى معايا، وبسيبها أو بسيب التورتاية وأرجع أروح أسكت بنتي. تسكت تنام، أرجع تاني أخش المطبخ. فيعني بصراحة الحمد لله، اللهم لك الحمد. عشان محدش بس يزعل مني يقول لي انتي اهيكي شغالة في الطرط ليه ما تعمليناش طرط. انا الطرط دي لولا ما انا مضطرة ان انا اعملها لابني ما كنتش هعملها. هنجلسها. انا بحب الطرط الصغيرة دي بصراحة، بتبقى كيوت كده وجميلة. دي مقاس 20 أو 18، مقاس 20 أصغر حلة عندي دي في الطقم التيفال، في الطقم السيراميك. جلست كده كويس. جبت الصاج بتاعي، الفرن كانت عالية، ما أنا مش لاحقة بصراحة إني أنا أبص على الفرن أو يعني. الحمد لله على كل حال، الحمد لله إن هي التورت طلعت على كد كده. دي القطاعة بتاعتي مقاس 14. عملت تورتاية مقاس 14، وتورتاية مقاس 16، وتورتاية مقاس 20. تمام. دي القطاعة التانية مقاس مقاس 16، دي أكبر من من الأولانية اللي أنا قطعت بيها.
كل الكيك اللي فاضل ده مش بهدره أنا، ده بحطه في كبات، وبالفعل حطيته في كبات بس ما صورتهاش. أنا بعمل بآخر حاجات عندي، آخر شوية شوكولاتة عندي دي. وكمان ما كانش عندي لبن إني أنا أحلها باللبن، فحليتها على كده، فكنت بمجرد ما بنزل بيها، فدي شوكولاتة يعني خام تقيلة، فما كانتش بتنزل معايا على التورتاية. ليه؟ المفروض كانت اتعملت جناش، فما فيش عندي لبن إني أنا أدوبها، وما حطيتلهاش زيت ولا أي حاجة، أنا سبتها زي ما هي. وفي الآخر زي ما انتوا شايفين، يعني أنا مش لاحقة بصراحة إني أنا أصور، ومش لاحقة إني أنا أعمل حاجة، فالحمد لله على كد كده زينا التورتاية بتاعتنا بالجمعة بتاعنا. وفي الآخر إيه أدانا الشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. جبت لفة الجلاش بتاعتي وزي ما هي كده طلعتها وقطعتها 5 قطع، وبجيب اللفة كاملة زي ما هي يعني كده. الرول اللي أنا قطعته ده بقسمه 2، بقسم الرول 2، وبتني وبقطع، بتني وبقطع عشان يديني شكل إيه المثلث أو الهرم اللي انتوا شايفينه ده. بتني واقطع، بتني واقطع، بصراحة إيه جميلة خالص. ده لو انت عايزة الطبقات ما تبقاش تخينة خالص، لا انت عايزة الطبقات تخينة ويدي معاكي سمك، خليها زي ما هي، طلعي منيها كام واحدة والباقي ايه حطي، ما تقسميهاش بالنص. عملت الكنافة دي كنت عاملاها ليها يومين في التلاجة، انا ما لحقاش اعمل حاجة بصراحة. سيحت معلقتين سمنة وزقيت الكنافة وزقيت الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، وهدخلهم الفرن. ما بياخدش وقت خالص للجلاش ولا الكنافة، في نفس الوقت الشربات على النار. طلعوا من الفرن زقيتهم شربات. كل شغلي بشتغله بسرعة بسرعة. الحمد لله على كل حال، ادعولي ان ربنا يهديها بنتي عليا. زي ما انتوا شايفين كده، وادي الشكل النهائي بتاع الجلاش. ده كان معلقتين زبدة لوتس، كانوا سيحتهم كده بمعلقتين زيت، وزي ما انتوا شايفين. ودي الكنافة اللي في النص اتبقت شوية كريمة حطيتها الشكل النهائي للجلاش. ودي التورت بتاعتي الصغيرة اللي انا عملتهم زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عليهم، يعني كان الطعم حكاية. هعمل لكم تورت تاني بإذن الله بس شوية لقدام كده، وهجيبها لكم بالتفصيل، بس انا مش لاحقة اعمل حاجة بصراحة حاليا. يا ريت اللي وصل معايا لحد اللحظة دي يدعمنا بلايك وشير، ويشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. بحبكم في الله، مع السلامة.